كتير زاكية. هاي مش فتة عادية، نكهتها وقرمشة الباذنجان حرفيا بتشهي. بهذا الفيديو رح أحكي لكم سر الباذنجان المقرمش وكيف نعمل أطيب فتة. أول إشي بنقطع الباذنجان وبنجهز الخبز للشوي، وسرنا بالطحين بنضيفه للباذنجان وبنقلبه قبل القلي، وبزيت غزير بنقلي الباذنجان. أنا بحب أضيف حمص مع الفتة، بس بحب يكون محمص، فرح أضيف عليه الكمون والبابريكا بحمصه لمدة 5 دقايق. للصوص لبن، توم، طحينة، عصير ليمون، ملح وفلفل أسود. نخلطهم كتير منيح لحتى يصير معنا هذا القوام، لا تقيل كتير ولا خفيف. للباذنجان بضيف خلطة كتير زاكية، ليمون، توم، دبس رمان. هلا ببلش أطبق الفتة، بنضيف الحمص والخبز. بحب أضيف الصوص بهذا الشكل لحتى ما يغطي على مكونات الفتة. بنزينها بالرمان واللوز ورشة من البقدونس، وهيك فتتنا صارت جاهزة. بالصحة والعافية. اوف. كتير زاكي صح؟ الفتة روح السفرة، وبهاي الطريقة راح تكون كتير مميزة. ضيفوها على سفرة رمضان.